سيروا شباب الأمة وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام وأعزائنا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة الشباب الذي يطل عليكم في الحلقة الثانية بعد فترة الانقطاع التي دامت لعدة أشهر. أجدد الترحيب بكم وأجدد أيضا بمن يصحبني في التقديم زميلي وصديقي أبو صقر أنس بيان. حياك الله يا أنس. حياك الله عبد الرحمن، وحيا الله المشاهدين الكرام في ثاني حلقاتنا في هذا البرنامج الذي هو منكم وإليكم. مشاهدينا الكرام، نذكر بطريقة سير هذا البرنامج. عندنا 3 فقرات: فقرة سمر، وفقرة ترند، وفقرة الفقرة الرياضية الأخيرة. لا نستغني عن مشاركتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وعبر الفقرة المحببة إليكم فقرة سبورتس. دعونا ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أول فقراتنا لهذا اليوم وجلسة سمر. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد في جلسة سمر. موضوعنا يا ابو صقر اليوم موضوع يعني قد نسميه موضوع واسع جدا يطول الحديث فيه، ولكن احنا بنحاول قدر المستطاع نحط نقاط معينه بحيث ان ما نخرج عن سياق الكلام ونضيع المشاهدين معنا، لان الموضوع جدا كبير ويحمل ابعاد كثيره ووجهات نظر كثيره. ودام ان البرنامج للشباب من الشباب والى الشباب، فبالتالي احنا سوف نحاول ان يعني نجعل هذا الموضوع في إطار معين ألا هو إطار الشباب. أولا مقدمة لهذا الموضوع ألا هو موضوع التعايش مع البشر. يقولون أن الإنسان يا أبو صقر ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى. هذا المعنى الدارج عند الكثير، ولكن المعنى الآخر الذي قد يكون صحيحا أن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس ويؤنس به. فدعنا يعني يا أبو صقر نخوض في معنى الإنسان أو مفهوم الإنسان أو مفهوم البشر، والمفهوم هذا تحديدا ألا وهو أن الإنسان يأنس ويؤنس به، فبالتالي يكون بين البشر معايشة ومخالطة وأنس. خلنا عبد الرحمن ندخل إلى قضية الإنسان. يعني الإنسان يا عبد الرحمن في طبيعة الحال لا يستطيع أن يعيش وحيد. يعني مستحيل أن الإنسان يكون في مجتمع أو في أي مكان بشكل وحيد. فنأخذ في هذا مثل أن يعني سيدنا آدم الله عز وجل رزقه بمين؟ بزوجته حواء. نعم. توالت بعدها الأنساب إلى يعني أن وصلنا نحن أنا وأنت يا عبد الرحمن، ولسه يعني بعدها من الأجيال الكثيرة بعدنا إلى أن تقوم الساعة. فهذا عبد الرحمن يدل أو يسحبنا إلى إيش؟ يسحبنا إلى سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يا عبد الرحمن هو: ما هي الركائز الثابتة للتعامل مع مختلف أنواع وأطياف البشر؟ طيب في هذا السؤال تحديدا احنا عندنا شيء ثابت وشيء لا يتجزأ أبدا. وعندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الأخيرة في يوم عرفة في حجة الوداع قال: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: تركت فيكم ما أنتم مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فبالتالي هذا الأمر، وأيضا في يعني الأحاديث كثيرة في هذا المجال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أو كما في الحديث. يعني كل هذه الأمور تجعلنا يعني نتفق أن للمسلمين أو للعالم أجمع هناك مرجع ثابت هو رباني. يعني لو كان المرجع من الأرض يعني بيصل فيه خلل كبير. يعني أنت شايف أي شيء من البشر تلقى أنه الخطأ فيه وارد، ولكن دام الموضوع هذا دين منزل من الله عز وجل، فبالتالي هذا هو أو هذه هي الركيزة التي لا بد على البشر بشكل عام وعلى المسلمين بشكل خاص أن يرتكزوا عليها في أمورهم الدينية
والدنيوية، لأن هذا الأمر لا شك أنه صحيح يعني 100%، لأنه منزل من الله عز وجل. طيب هذا ترى يسحبنا إلى، يعني دعنا نعود إلى السؤال نفسه، اللي هي ما هي أهم الركائز، ما هي أهم الركائز يعني كيفية التعامل مع جميع طبقات المجتمع. ناخذ أنا في وجهة نظري النقطة الأولى هي نقطة الاحترام. نقطة الاحترام هي التي يعني تشيع المحبة والود والمحبة، يعني خليني أقول لك بين أفراد المجتمع. فمن الغير طبيعي أن الإنسان يعني الذي يكون خليني أقول لك قليل الاحترام يكون صعب أنه يتماشى مع المجتمع، لأن الإنسان كل ما كان هو أصلا غير محترم ويواجه الناس بقلة احترام، فتلقى أنه أصلا ليس لديه قبول في المجتمع يا رجل، في أي مجتمع كان. صح. ما هو يعني إحنا ما نتكلم على صعيد فقط يعني المجتمع المسلم، لا احنا نتكلم على جميع المجتمعات. الإنسان ما كان الاحترام هو أول آدابه في التعايش مع المجتمع، أنا أعتقد أنه سيخوض هذه الحياة وحيد. يعني صحيح. روم يعني لعلي شددت في اللهجة، إيه. لكن والله يعني هذه في وجهة فعلا فعلا أنا أتفق معك 100%، يعني إنه سوف تقابل بردة فعل، وردة فعل هذه راح أكيد بتكون يعني غير محترمة، وبالتالي سوف تواجه إشكاليات. لكن هذا الاحترام على صعيد الأخلاقيات، يعني أنت تحترم الكبير والصغير والى اخره. لكن هناك احترام بمفهوم مختلف اللي هو الاختلاف الفكري، احترام الاختلاف الفكري، تحترم انه والله هذا الانسان له فكر مختلف، وبالتالي له يعني كلاكما على صواب، ولكن انت ترى الموضوع من هذا الجانب وهو يرى الموضوع من هذا الجانب، فمو يعني راي يعني صواب وراي غيري خاطئ 100% تكون متعنت، لا، هذا ايضا جزء من الاحترام الفكري، الاحترام ايضا يعني الاجتماعي. يعني انت تحترم انه والله انه هذا الانسان له المرتبه الفلانيه، فلا بد ان اعطيه مقامه. انا يعني احترم الجميع، ولكن يعني انزل كل انسان منزلته، واعطي كل ذي حق حقه، يعني بلا تقصير وبتوازن. يعني الدين ايضا حث على ذلك، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. الاحترام موجود، ولكن الصغير له تعامل، الكبير له تعامل. هذا ايضا في الاحترام على صعيد الاجتماع. ايضا الاحترام الديني، نعم نحن نعلم أن يعني علما يقينا ان دين الاسلام هو دين الحق، وما دون ذلك هو دين باطل، ولكن هذا لا يعني اني انا اروح والله عند يهودي او نصراني او الى اخره وابدا يعني اغلط عليه او اؤذيه او لانه ديني اصلا يامرني ان احترم هذا الدين. صح، ادعوه الاسلام بالتي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، لا ان يعني بمجرد اختلافي معه دينيا ابدا اواجه معه اشكاليات واقلل من احترامي لديه. يعني الاحترام على كافه الاصعده هو لا شك انه منهج ديننا الحنيف. طيب ندخل للنقطة الثانية بعد الاحترام. خلينا نذكر النقطة الثانية هي التواضع. جميل. جميل جدا. ونأخذ في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال من حبة كبر. هذا يعني تواضع في وجهة نظري عبد الرحمن، يعني إذا الإنسان كان متواضع يولد عنده تبادل المعرفة، أي يبادل عنده تبادل المعرفة والخبرات. عنده مثلا يوم يكون على رأس الهرم، هذه مشكلة أنا لاحظتها صراحة في يعني في بعض يعني العلاقات اللي أنا خضتها. تلقاه يعني ممكن أنه يستحقر يأخذ معلومة بالرجل مثلا أصغر منه سنا، من أجل أنه يعني مثلا منصبه كبير، أو هو أصلا يعني معبي أو في قرار الداخل يعتقد أنه أنا لا، ليش أنا يجيني واحد زي كذا إيش يأخذ مني معلومة أو يأخذ منه معلومة، فيتولد هذا الأمر في داخله، فيعتقد أنه إيش، أنه وصل إلى مرحلة الكمال. يعني هذه الأمور الإنسان لو حرص عليها يعني. لكن معلش في هذه النقطة تحديدا ودي أقاطعك، لأنه يقول لك في معلومة يعني تقول: كل ما ازداد علم الإنسان ازداد علمه بجهله. يقول لك إذا جيت عند شخص تشوفه إن أو يشوف نفسه إنه هو عالم، فاعتقد إنه في قمة جهله، لأنه يقول لك هذا العلم سبحان الله العلم بحر، كل ما توسعت في العلم كل ما أدركت إنك جاهل. فهذا الشخص يا أبو صقر اللي يقول لك والله يا أخي أنا أستحقر أخذ معلومة إني أنا يعني على قدر عالي من العلم، أعرف أنه في قمة الجهل،
هذا يعني انا قراتها في عده كتب يعني او في عده عفوا يعني مقالات، وبعض يعني المفكرين يعني يعترف بجهل لانه وصل مرتبه عاليه من العلم. فانت كل ما تبحر 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 تكتشف انه ما زلت يعني، وعلم الله واسع لا جدا، شك، لا يعني لا لا شك. يعني استحاله ان يختزل في شخص واحد. نعم. طيب أيضا عبد الرحمن، النقطة المهمة يعني لو انتقلنا إليها، هي نقطة مهمة جدا جدا، وهي سلامة الصدر. جميل. موضوع سلامة الصدر يترتب عليه أن يكون إنسان سمح وهين ولين في المعاملات. يعني ما يحتاج أنك أنت مثلا عشان توصل وتحل معه قضية تحدي كذا بحجوزات ويعني تراكمات وأشياء كثيرة إلى أن تصل إلى حل المشكلة. يعني سلامة الصدر من ضمن أمورها اللي هي يا أخي اللين في المعاملات. يا أخي تكون لين حتى في الإيش، في الطلب. يعني الواحد يوم يطلب منك شيء يشعر كذا أن في، يعني خلينا أسهل لك، مرونة كذا، مرونة في إيش؟ مرونة في تخليص المعاملة، مرونة في النقاش، مرونة في الطلب، مرونة في خوض نقاشات فتلقى الإنسان سبحان الله عبد الرحمن عندما يسلب منه سلامة الصدر تلقاه قاسي، صعب، متعب في النقاشات، متعب في الطلب، معقد. يعني يدخلك في دوامة كبيرة جدا، تتمنى أصلا من الأساس أنك ما رحت، لا طلبت ولا استأذنت ولا تناقشت معه. فينتج عن هذا إيش؟ ينتج عن هذا أنه يؤخذ منه إيش؟ أدب من آداب التعايش. فتلقى الناس تبعد عنه، كل ما رحت والله يقول لك لا 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 يا رجال ابعد عن هذا، ترى هذا الرجال يعني بيطول وبيعقد لك المسألة. أنت جاي على قولتهم يسوي من الحبة قبة. يعني رايح تحل عنده قضية معينة تطلع ب5 قضايا، تدخل عنده بمشكلة تطلع ب3 مشاكل، يكبر عليك المشاكل كل حبة وحبة. ماذا رأيك عبد الرحمن؟ والله يا اخي موضوع سلامة الصدر موضوع يعني فيه مشاكل كثيرة على عدة أصعدة. الصعيد الأول إنه الشخص يعني راح تكون العلاقة بينه وبين يعني المجتمع اللي حوله غير صحية أبدا، لأنه من الداخل غير نظيف. هذه أولا. ثانيا سوف يتعب نفسه وغيره. احنا الدائرة الخارجية عندك راح يتعب غيره، ولكن على صعيد نفسه هو راح يحتقر من الداخل. ولذلك يقولون جزا الله الحسد ألف خير، جزا الله الحسد يعني خيرا بدأ بصاحبه فقتله. يعني انت الشخص اللي يحسد ويحسد 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 هو بالحقيقة ما يعني قاعد يعني يحرق في نفسه يحرق نفسه يحرق نفسه إلى أن يموت. ليش؟ لأن الحسد يأكل الجسد، وعدم سلامة الصدر تأكل في الجسد، تأكل في الجسد. تلقاك إنه الشخص اللي مو سليم تلقاه يفكر دائما، يقول يا أخي فلان ليش قال عني هذا الكلمة؟ هل يأخذ شيء مع فلان؟ طيب طلع سيارة جديدة، يا أخي كيف طلع سيارة جديدة هذه؟ هل عنده فتلقاه يعني يقتل الفضول، وتلقاه مو بصافي لا لفلان ولا إعلان، وتجد أصلا أنت عندما تجلس معه ما تأمن. هذه كلها أمور يعني إذا ما كان صدرك سليم راح تتعب كثيرا. الشخص نفسه راح يتعب. يقول لك يعني الشاعر يعني اللهم صل على محمد لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. يعني كل ما ارتفعت مرتبتك لابد أن يعني يكون صدرك سليم من الأحقاد. إذا عندك شيء قوله. ليش؟ لا تنام على فراشك، وهذا أحد أسباب دخول الجنة. في الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات، ثم تبعه عبد الله بن عمر أو ما أدري من الصحابي، وبات عنده 3 ليالي، ثم قال يا أخي أنا ما وجدت لك لا صيام ولا صلاة، أنت ايش بتسوي؟ قال أنا أنام وليس في قلبي غل على أحد. شايف وين توصلك مرحلة سلامة الصدر. ولكن الموضوع صعب، مو بالسهولة هذه. كيف واحد يضغط عليك وتكون سليم الصدر؟ واحد يتكلم في ظهرك وتكون سليم الصدر؟ موضوع صعب جدا لا يقوى عليه أحد. لذلك كان سبب دخول الجنة. أيضا من ضمن الحلول في سلامة الصدر، أعتقد أنه هو الحل الوحيد. الإنسان يسعد مثلا كيف أن الإنسان يصل إلى سلامة الصدر. هذه الأمور عمرها لن تصل إليها إلا بالقرب من الله عز وجل والاستعانة به لا شك. والصبر
على هذه الأمور. ولا شك أنك أنت كل ما اقتربت من الله عز وجل كلما كان صدرك سليما. مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا يطول، ننتقل وإياكم إلى ثاني فقراتنا لهذا البرنامج والترند. حياكم الله من جديد اخواني الكرام. مشاهدينا الافاضل، لا شك ان فقره ترند في هذه الحلقه نبداها بخبر يعني عندما نزل علينا يعني حزنا كثيرا وتاثرنا، الا وهو مصاب اخواننا واحبتنا في دوله المغرب الشقيقه. نسال الله تعالى ان يجبر مصابهم ويرحم ميتهم ويشفي يعني جرحاهم، ويعني ينقذهم من هذه الأزمة ويخرجهم منها سالمين غانمين معافين. طبعا الخبر هو ضرب أو عفوا زلزال بقوة 7.0 أو 7.1 ريختر يضرب دولة المغرب، وتحديدا يعني مدينة كازابلانكا أو الدار البيضاء. انتشرت مقاطع كثيرة لأشخاص يعني صوروا المقطع أثناء الزلزال، ولا يزال البحث عن المفقودين والبحث تحت الانقاذ جاري، وللاسف الشديد هناك جرحى وقتلى جراء هذه الحادثه، فنسال الله تعالى ان يربط على قلوبهم ويشفي مصابهم. نشاطر الإخوة في دولة المغرب مصابهم الجلل، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يعين ويصبر أهاليهم وذويهم، وأن يعافي الجرحى منهم. ونسأل الله العلي القدير أن يعين إخواننا في دولة المغرب. ولا شك أن هذا الأمر يشعر به كل مسلم وكل إنسان عربي بهذه الحادثة التي أصابت دولة المغرب، وأعاننا الله وإياكم لكل خير. أيضا نضيف عبد الرحمن، كان هناك إعصار في دولة ليبيا، لا أعلم الحدث كان هو أمس أو قبل أمس، لكن أعتقد عبد الرحمن هناك كم في عدد من الجرحى أو القتلى؟ ما عندي ما عندي عدد معين. للأسف الشديد هناك يعني ضربة أيضا موجعة لأهلنا في ليبيا، ضربهم السيل قبل تقريبا 15 ساعة من الآن أو قبل 24 ساعة من الآن. يعني سيلات وفيضانات كبيرة ضربت مدن الشرق الليبي تحديدا، فنسأل الله تعالى عز وجل أيضا أن يعني يجبر مصابهم ويعوضهم على هذه الخسائر المادية الكبيرة. وأيضا ولا أقطع كلامك عبد الرحمن، 150 قتيل، الله أكبر، أو 150 متوفي إلى الآن، هذه آخر الأخبار. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. ايضا على يعني طاري الفيضانات والاصابات، ايضا هناك اعصار او عفوا فيضان او سيول بسيطه ضربت شمال مدينه اسطنبول، تحديدا المدن عفوا الاحياء التي هي قريبه من المطار الجديد. فبالتالي يعني اعتقد ان هي كانت من ضمن العاصفه التي حلت بشمال تركيا، عفوا شمال اسطنبول، هي نفسها العاصفه التي حلت ايضا على مدن شرق ليبيا. فنسأل الله تعالى أن يعني يعوض المسلمين الخسائر المادية، وأيضا يعني يرحم الموتى ويشفي الجرحى، نسأله عز وجل ذلك. آمين. ننتقل عبد الرحمن إلى الترند الثاني والأخير. انتشر مؤخرا مقطع لرجل وزوجته وهو يقود السيارة بشكل مسرع قبل أن توقفهم الشرطة لتخالف طريقة سيره، فتفاجأ رجل الأمن بالرجل وزوجته وهم في حالة هلع بعد أن اختنق طفلهم بشيء قد أكله، ولم يكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع الموقف. فأخذ رجل الأمن الطفل وباشر بالإسعافات الأولية. بعض هذه الأمور عبد الرحمن يعني خلينا نعقب عليها على السريع. البعض يعني يترك الطفل في المرتبة الخلفية بدون أن يلقي له بالا، وزي ما ذكر يعني كانت السرعة يعني أعتقد أن طريقة السير كانت السرعة عالية جدا، وكان معهم طفل وكانوا هاربين من البوليس، فسبب هذا كله ضحية هذا الابن.
أهمية الإسعافات الأولية ما هي فقط تبدأ من عند المستشفيات. الإسعافات الأولية لابد أنها تبدأ من عندنا من المنزل، ولا بد أن الأب والأم يكونوا حريصين على هذا الرضيع. يعني أنت مثلا تاركه وراء، أنت ما تعرف إيش قاعد يأكل معه، ورايح بطريقة يعني بسرعة عالية جدا، مما أدى أن الولد أكل شيء، يعني طفل هو في الأخير لا يعلم ما الذي في يده، فأكل الشيء وأعتقد أنه يعني سبب فيه لا خنقة أو شيء، فأخذ الرجل الطفل وباشره إلى الإسعاف يعني. نعم. وهذه يعني المقاطع تلقاها تنتشر بسرعة. ليش؟ فيها سرعة بديهة، فتجد انه المقاطع الشخص اللي على طول يجي ينقذ احد من الشارع، او ينقذ طفل كان بيصدم، او هذه المقاطع اللي فيها سرعة بديهة تلقاها تنتشر بسرعة، تكون ضاربة ترند، لان يعني تلامس شيء عند الناس. في النهاية الاصل في الناس انهم يعني حنينين وطيبين، فهذه المقاطع تنتشر بشكل سريع جدا. مشاهدينا الكرام، دعونا وياكم بهذا نختم فقرة ترند لهذه الحلقة، وننتقل إلى الفقرة المحببة إليكم وسبورت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة المحببة، والتي ننتظر فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. عبد الرحمن، الحديث نبدأه عن سوق الانتقالات والأسعار الكبيرة جدا. أنا قرأت في أن الأسعار في سوق الانتقالات حول العالم كلف 7 مليار يورو. 7 مليار يورو هي قيمة سوق الانتقالات لهذه الفترة الصيفية، كلفت 7 مليون يورو، 7 مليار عفوا، 7 مليار يورو. الوكلاء، وكلاء اللعيبة استنفذوا من 7 مليار 650 مليون يورو. يا لطيف. فقط. يا لطيف. يعني 650 هذه كلها عمولات. هذه كلها عمولات. والله الواحد يعني أغلق سوق الانتقالات الصيفية وأعلنت الميزانية. عبد الرحمن، خلينا نبدأ يعني على صعيد الدوري السعودي. طبعا هو يعني بلا شك أنه هو كان مكتسح سوق الانتقالات الصيفية. دعنا عبد الرحمن نتكلم عن الصفقة المميزة خلال سوق الانتقالات في الدوري السعودي. في وجهة نظرك من ترشح؟ والله أنا أعتقد أنه ما في صفقة معينة بشكل عام في الدوري السعودي، ولكن أنا ممكن أعطيك الصفقة اللي ممكن تحدث فارق في كل فريق، بمعنى أنه الأندية الأربعة التي يعني أثرت، أو عفوا التي استثمر فيها سوق الاستثمارات، ألا وهي الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، فممكن أعطيك في كل فريق الصفقة اللي ممكن قد يعني تؤثر الفريق. نبدأ بالاتحاد. أعتقد يعني الجوهرة كانتي وهي الصفقة يعني الأكثر تأثيرا، ولكن الصفقة الأبرز فنيا من وجهة نظري هي صفقة فابينهو. لا صفقة فابينهو لأن ميزة فابينهو إنه يعني الربط بين يعني الخطوط الخلفية والخطوط الأمامية بشكل كبير. يعني فابينهو كانت هي صفقتين يعني متكاملة جدا. يعني أعتقد إنه وصل الاتحاد يعني كان قوي وأصبح أقوى يعني بشكل مهول جدا جدا، وبالتالي هذه الصفقتين هي الصفقتين اللي أنا أراهن عليها بالاتحاد. نجد عند الهلال هناك صفقة لا شك هي الصفقة الأهم، اللي هو صفقة متروفيتش، لأنه الهلال يعني كان وما زال يعني يعاني من مشكلة يعني ضياع الفرص. تجي تلقاه في المباراة واحدة يعني عنده كم هائل من الفرص، ولكنها تضيع بسبب انه الخطة تعتمد على أجنحة وأظهرة وما إلى ذلك. ولكن المهاجم الصريح الذي يسجل هذا ما يفقده الهلال في الفترة الأخيرة. الآن عوض فمباشرة شفت يعني نتيجة سريعة جدا. متروفيتش هداف كبير. لو أبحث في التاريخ تجد أنه الهلال كل ما كان عنده مهاجم سفاح كل ما يعني ارتبط ذلك ببطولات. نبدأ بإيجالو مؤخرا عندما أخذ الدوري، قبل ذلك جوميز، قبل ذلك يعني المهاجمين يتوالون على فريق الهلال. نجد عند النصر
ايضا صفقه مشابهه صفقه فابينهو، لو هي صفقه بروزوفيتش، كونه يعني يشكل عمق ويعني اساس ركيزه ترتكز عليها الفريق. ايضا عندنا الاهلي. لا دقيقة بس، أنا برجع لمحور النصر. هل هو يعتبر إلى الآن الأفضل؟ بروزوفيتش أي وين الافضل في الدوري السعودي؟ في الدوري السعودي في مكانه يعني. والله انا اعتقد هي تنافسيه بين بروزوفيتش وفابينهو وكانتي. فيعني اذا الشخص يفضل، يعني عباره عن تفضيل خالص. يعني انا وجهه نظري انا افضل صراحه اللاعب بروزوفيتش. اعتقد انه يعني ما زال عنده الطاقه الكافيه، كون فريقه السنه الماضيه كان محقق او عفوا واصل نهائي دوري الابطال، وكان هو ركيزه من ركائز الفريق الاساسيه، وبالتالي لاعب مثل قيمه بروزوفيتش صعب انك انت تقارنه بشخص اخر حاليا. ولكن كامكانيات يعني لا شك انه كانتي افضل محور حاليا موجود في الدوري السعودي، ولكن كتاثير حاليا اعتقد بروزوفيتش هو العلامه الفارقه، هو الأفضل. طيب ماذا عن النصر؟ ما ذكرت صفقة ساديو ماني، هل أثرت؟ والله انا بوجهه نظري انه مهمه جدا، يعني فرقت مع الفريق، ولكن ما هي بالصفقه الاهم. لسه في اسماء اهم منه بكثير يعني في النصر. حتى مدافع النصر الجديد القادم من السيتي لابورت الى ما اختبر اختبار حقيقي، يعني لاعب مباراه واحده، ولكن الى ما اختبر اختبار حقيقي. فانا ما يعني اكيد انه راح تكون صفقه فارقه بلا شك، ولكن الى الان يعني ما اعتقد في اقوى من. ايضا عندك فوفانا ايضا جيد بجانب بروزوفيتش، ولكن ما يقارن ابدا ببروزوفيتش. طيب ماذا عن الأهلي؟ هل الآن الصفقة الأخيرة اللي فراس البريكاني موقع إلى 5 سنوات، هل فراس البريكان سيكون يعني بديل ناجح لفيرمينيو، أم يعني أنا أعتقد يعني ماني عارف كيف إيش الفكرة يعني من التعاقد مع فراس البريكان في ظل تواجد فابينو عفوا فيرمينيو. فعلا هي واضح يعني زيادة عمق الدكة فقط لا غير. يعني الله يجزاه خير، فراس البركان كان أساسي في الفتح، ولكنه يعني بيحيط كثير، يعني بيجلس في الدكة كثير، لأنه يعني ما له مكان صراحة في التشكيلة الأساسية. الأهلي خط الهجوم عنده واضح جدا قوي. إيه، عندك في فيرمينو ومحرز سانت ماكسيمان، فمستحيل جدا يمسك أساسي عليهم. ممكن إذا كان في بطولة ثانية، يعني الحين الأهلي ينافس إلا على بطولتين فقط، ما عنده إلا الدوري وكأس الملك فقط. ما أدري إذا في بطولة ثالثة ممكن ينافس عليها، لكن بحسب اللي اشوف انه ما عنده الا هذه البطولتين، او حتى لو كان في بطوله ثالثه ممكن يشارك فيها فراس البريكان. ممكن فيرمينو يعني لا سمح الله تجيه اصابه، بالتالي يكون في بديل جاهز وعارف الدوري السعودي، وما راح يعني الامكانيات اللي بينه صح انها امكانيات كبيره جدا، ولكن مع توليفه المدرب وعمل المدرب ما اعتقد راح يعني يشعرون بالنقص، كون عندهم لاعب كبير مثل فراس البريكان. فراس البريكان لاعب انا اعتقد انه من اللاعبين الكبار، انه يعني فاهم في الدوري السعودي ومهاري وهداف وسريع، وبالتالي يعني ما اعتقد انه لن يلعب بشكل تام، لكنه بيجلس في الدكه كثير. طيب ماكسيمان انا شفت المدرب طالب منه انه ينزل من وزنه، حتى انه يعني حط له حصص تدريبيه انفراديه من اجل انه يعني يخفف من وزنه كثير جدا. اللاعب هذا عبد الرحمن مهاري، وكراته العرضيه يعني سم يعني يضرب على الراس يعني. فعلا. انت يعني وجهة نظركم من تشوف اللاعب الاهم في نادي الاهلي حاليا؟ حاليا والله يا اخي بين عده لعيبه صراحه، بين لاعب خط الوسط ناسي اسمه، اللي جاء من برشلونه، فرانكي سي. اي نعم. لا، وايضا الخط الهجومي محرز وفيرمينيو، اعتقد ان لهم كلمه هذا الموسم، بالاضافه الى الموهبه الاسبانيه التي وقعت مع الاهلي. اعتقد ان هذه الصفقه ستكون مؤثره جدا، رغم ان الاتحاديه لهم يعني لهم يعني قضيه مع لاعب جوتا. لاعب جوتا نفس العمر تقريبا، وقالوا لك انه جوهره واستقطبوه، والواحد والله يوم يرى المقاطع عبد الرحمن يشعر انه لاعب يعني فنان صراحه، لكن انا اعتقد ان اللاعب هذا لسه ما اختبر. لكن الاتحاد يا عبد الرحمن الان يمر بازمه، يعني في قرار صارم
الأيام القادمة سيخرج عن من هو الأجنبي الذي سيرحل في ظل التوقيع مع المدافع الفلبي. فالآن نحن بين نارين، بأنك أنت تضحي بحارسك قروهي رغم أنه طلع أبو فيصل إلى الإعلان أو إلى الإعلام وذكر أن قروهي لن يغادر، وبين أنك أنت التاريخي رومارينيو يغادر، وبين الهداف حمد الله يغادر. دحان بين الثلاثة هذولا خلينا نضيف كورنادو. نعم. من ترشح في الخروج؟ طبعا كورنادو أنا أعتقد أنه الآن مع المنظومة هو اللي متماشي. فهل أنت ترشح خروج قروهي، حمد الله، رومارينيو، كورنادو؟ والله أنا وجهة نظري لا شك أنه يعني الحل واضح، حمد الله يخرج من الفريق. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا لأنه يعني خطة المدرب 4-4-2 ما أعتقد أنها تكون ناجحة في الدوري السعودي، وما في أصلا مدرب نجح بهذه التشكيلة في الدوري السعودي، كون الدوري السعودي يعني تركيبة يعني استحواذ ودفاع، فبالتالي مثل هذه الخطط قد تضرب خط الدفاع بمرتدات وما إلى ذلك. أضف إلى أنه حمد الله حاليا ليس كما كان في السابق، أيضا حتى ليس كالموسم الأول مع الاتحاد وأيضا الموسم الثاني مستوى حمد الله في تراجع شديد. فبالتالي الآن أنت ممكن يعني تفك حمد الله وتلقى لها فريق يعني في الدوري السعودي ممكن يوقع معاه ويؤدي معاه، كون انه خلاص الان انت استنفذ شبه كبير يعني حجم كبير من طاقته مع النصر، وجاء مع الاتحاد جاب الدوري والله يجزاه خير عطى اللي عليه، الان يغادر. لكن بالنسبه لروما يعني اعتقد انه الدروب اللي حاصل في مستواه بسبب انه ما وجد مركز واضح له يكون يلعب مهاجم وهمي، جناح، وسط ايمن، يعني ما هو عارف هو وين يلعب. فبالتالي هذه احدى مشاكل الدروب، لكن ما زال رومارينو ممكن يعطيك اكثر من ظلم. مين عبد الرحمن؟ رومارينو اي ما تقدر تقول ظلم، بس يعني ما تقدر تلوم الجمهور، لان الجمهور وده يعني الفريق يكون متمرس، عفوا الفريق يكون على اعتاب البطولات، ما قدرت تلوم الجمهور. فبالتالي ما اعتقد انه ظلم، اعتقد ان رومارينو لابد ان يخرج من هذه ولكن كما ذكرت لك حمد الله هو الحل في الاتحاد. وانا ايضا عبد الرحمن ارى ان حمد الله عبد الرزاق حمد الله الهداف التاريخي للدوري السعودي، ارى انه هو الحل المناسب في هذا الوقت للخروج من نادي الاتحاد. شكرا لك عبد الرحمن على هذا الاداء الطيب وهذه المعلومات الثريه. شكر موصول لك يا ابو صقر، وموصول لاخواننا المشاهدين الكرام على حسن انصاتهم واستماعهم. ننتظرهم باذن الله يا ابو صقر في الاسبوع القادم في نفس التوقيت في الساعه 4 مساء توقيت أسمرة. نعم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نلتقيكم بإذن الله يوم الاثنين القادم. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسبائل طرا وخيرا أمنوا.